السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اصحاب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهارده بابا هيحكي لنا قصة جديدة. قبل ما نبدأ متنسوش تعملوا لايك سبسكرايب وفعلوا زر الجرس. انتوا عارفين قصة سيدتنا هاجر هي وسيدنا اسماعيل. لما سيدنا ابراهيم سابهم. سيدنا ابراهيم، انتوا عارفين سيدنا ابراهيم مين؟ ابو الانبياء. ابو الانبياء. مش سيدنا ابراهيم ده ابو سيدنا اسماعيل. فاكرين قصة الكبش؟ لما ربنا امر سيدنا ابراهيم بذبح سيدنا اسماعيل. سيدنا اسماعيل قال له ايه؟ يا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصالحين. هي اي حاجة هدي احنا في الجنة تتحقق. الانبياء حلمهم حقيقة. الانبياء والرسل حلمهم حقيقة. طب والبشر؟ لا، البشر لا، مش كله. يعني اي حلم النبي كان بيحلمه او الرسول كان بيبقى حقيقة، يعني بيبقى وحي من ربنا عليه. يعني النبي هو عليه الصلاة والسلام لما بيحلم حاجة ونفسه فيها ربنا بيبعتها له. مش نفسه فيها. لو ان اي نبي حلم اي حلم هو نايم يبقى ده وحي من ربنا ليه. ربنا اللي بعته له، فدايما بيبقى حقيقة. يعني مثلا سيدنا ابراهيم لما حلم اللي هو بيذبح سيدنا اسماعيل، ربنا حط حقيقة. طبعا هو حقيقة. فسيدنا ابراهيم عارف اللي كل عارف اللي الحلم. وربنا حط مكان سيدنا اسماعيل كبش. وربنا حط مكان مثلا زي سيدنا ابراهيم. سيدنا محمد كان في واحدة حطت له سم في الاكل. يحط له كده؟ عزموه عزومة والاكل قدامه، حطوا له سم في الاكل. للبتاع المعزة اللي اتذبحت اتكلمت وقالت يا رسول، لا تكن يا رسول الله فإنني مسمومة. حقيقة. اتكلمت حقيقة. يبقى الأنبياء ممكن الحلم بتاعهم طبعا حقيقة. الموتى بتتكلم لهم لأن دي حاجات ربنا وهبها لهم عشان تحميهم. لأن كل نبي أو كل رسول، طبعا احنا اتفقنا ان كل نبي وكل رسول ليه دعوة إسلامية بينفذها. يعني مثلا سيدنا إبراهيم كل نبي ربنا بعته لقوم معينين اللي هم البلد بتاعته، إلا سيدنا محمد ربنا بعته للناس كلها اللي هو ختم الأنبياء عليه الصلاة والسلام. عشان كده دعوة سيدنا محمد اللي هي الدعوة الإسلامية كانت دعوة شاملة كل الدعوات اللي فاتت اللي قبل منه. يعني سيدنا إبراهيم نزل لناس معينين. دعوة سيدنا محمد بكل الدعوات. كل نبي ربنا ليه دعوة مستجابة يدعيها ربنا يستجيب له فيه. إلا سيدنا كل الأنبياء دعته إلا سيدنا محمد أجلها ليوم القيامة عشان يدعي ربنا بالعفو عن أتباعه. شوف بقى سيدنا محمد بيحبنا لغاية فين؟ رغم يعني أقول لك إيه؟ يعني سيدنا محمد اتعذب كتير في الدعوة بتاعته. وعملوا له مؤامرات، وعملوا له سموه وحطوا له السم في الأكل وعملوا له كل حاجة. ورغم ذلك الدعوة بتاعته المستجابة سابها ليوم القيامة عشان يدعاها القوم. شوف بقى سيدنا محمد بيحبنا لغاية فين؟ يعني هو يعني ديت ازاي؟ مش فاهم. دعوة يعني لو ده هي دعوة لو دعاها ربنا يستجيبها في أي وقت. يوم القيامة؟ لا، في وقتها. كل نبي دعا الدعوة به. يسيبها ليوم القيامة. يعني مثلا واحد يعني شكله في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم دعوة بتاع، يعني شكلهم الديني والدعوة الإسلامية على هيئة جامع. الجامع دي جميل قوي قوي إلا وضع طوبة واحدة بس. فقال له يا يعني بتاع الجامع دي المبنى دي جميل قوي إلا الطوبة دي، لو الطوبة دي اتغيرت. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له أنا الطوبة ديت أو أنا اللبنة وأنا ختم الأنبياء اللي هي الدعوة بتاعته.
ساب الدعوة بتاعته لغاية يوم القيامة، لغاية ما دعا القوم. سيدنا إبراهيم دعا الدعوة بتاعته. كل الأنبياء إلا سيدنا محمد. إلا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو اللي ساب دعوته ليوم القيامة. عشان كده فضل سيدنا محمد عند ربنا عظيم. كان هو كان إمام الرسل اللي قبل منه. حتى لما الرسول صلى الله عليه وسلم هاجر للمسجد الأقصى اللي هو في فلسطين، ربنا يفك أسره، كان إمام. طبعا الأنبياء ربنا دعا الأنبياء كلها فيه، ودي الزيارة اللي الرسول صلى الله عليه وسلم شاف الأنبياء كلهم. هي الأنبياء برضو زي الإنسان كده، بس برضو هم إنسان، هم إنسان وبيصوموا وبيصوموا. ما هو ربنا برضو هو ربنا بيدعي بيجيب النبي أو الرسول اللي هيرجع القوم بيجيبهم منين؟ ما هو من أهلهم، بس بيبقى في صفات معينة ربنا هو الوحيد اللي يعرفها. ولا الأنبياء برضو بيكونوا موجودين يعني على مثلا التليفون بيكونوا زي النور، لأن مفيش واحد يقدر يمثل نبي أو رسول يمثل دوره. واللي بيمثل شو حرام عليه؟ مش حرام، لأن الصفات اللي موجودة في الأنبياء ما ينفعش، يعني مش موجودة في أي بشر. يعني لما مثلهم دور سيدنا يوسف ليه تلتين الدنيا، تلت جمال الدنيا. في واحد في نفس الصفة دي. سيدنا يوسف لما شاف التعذيب واخواته راحوا رموه وكانوا عاوزين يقتلوه ورموه في البير. سيدنا موسى لما اترمى في البحر. وسيدنا موسى لما اترمى في البحر. شوف الرسل دي اتعذبت كتير عشان توصلنا للدعوة بتاعتنا. لما شوف يعني عمل في اخواته ايه، اخواته رموه وهو صغير، وهو طفل صغير، رموه في البير وقعد واتباع واتعمل عبد واتباع ودخل السجن، ورغم ذلك كل ده وعفى على اخواته في الاخر. في بشر يقدر يعملوا كده؟ في بشر يقدر يتنازل عن كل حقوقه وكل التعذيب اللي هو حصل وكل ده ويعفى عن اخواته في الاخر؟ عشان كده دايما النبي والرسول في صفات مش موجودة في أي بشر. عشان كده ما فيش أي مخلوق يقدر يمثلهم أو يعمل الشخصية بتاعته. حتى الصحابة، حتى صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم ما فيش واحد في الصفات اللي فيهم كاملة. يعني في 10 المبشرين بالجنة، انتوا عرفتهم؟ أنا هقول لكم 10 صحابة ربنا بشر الرسول وعرفهم وهم على وجه الأرض اللي هم داخلين الجنة على طول. لأنه حبوا الرسول بطريقة ودفعوا عن الرسول وعن الدعوة الإسلامية بكل ما يملكوا، بأنفسهم، بروحهم، بفلوسهم، بأهلهم. طبعا أبو بكر الصديق لأنه كان صديق النبي. طبعا أبو بكر الصديق أول واحد داخل الجنة، لأن الرسول أبو بكر الصديق على فكرة أبو بكر الصديق كان له دور كبير أوي في الدعوة الإسلامية، ودافع عن الدعوة الإسلامية كتير. وسيدنا علي. طبعا كل نبي، كل صحابي من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم لهم دور في الدعوة الإسلامية. على فكرة هو ربنا اللي اختارهم، هو ربنا اللي اختار الصحابة دول اللي هم القربين. أنا هقول لكم 10 المبشرين في الجنة في فيديو جاش. حتى أصلا في ناس بيصوروا الجنة والنار. لا ده حاجة تانية. أنا بنتكلم دلوقتي عن الصحابة وعن الدعوة الإسلامية. على فكرة احنا خرجنا بره الموضوع اللي احنا بنتكلم عليه. احنا كنا بنتكلم عن قصة سيدنا إسماعيل. إنما انتوا دوديتونا لحتة تانية، حتة اللي هم اللي الصحابة اللي الرسل والأنبياء تعبوا عشان يوصلونا الدعوة الإسلامية دي، وشافوا عذاب كتير. يعني طبعا حتى بتشوفوا في التلفزيون، بتيجوا في الدعوة تشوفهم اللي هم كانوا بيضعوا من الحجر عليهم وكانوا بينيموهم عريانين على الرملة كانت سخنة. كان الأول في رملة كتير، كانت شبه الجزيرة العربية دي كلها كانت صحراء.
كانوا بينيموهم في عز الحر على الرمل، وكانوا بيحطوا عليهم حجر، وكانوا بيسيبوهم من غير اكل، وكانوا بيقتلوهم. الكفار اللي كانوا بيامنوا اللي بيامن بسيدنا محمد كان بيتعذب. يعني احنا دلوقتي الناس دي تعبت واتبهدلت عشان توصل لنا الدعوه الاسلاميه اللي احنا للاسف احنا بنأهمل فيها دلوقتي. وفي ناس تعبت برضه بتتعب عشان تأمن بسيدنا محمد. من؟ في ناس تعبت برضه عشان تأمن بسيدنا محمد. طبعا. وتعذبوا كتير. وتعذبوا كتير عشان يأمنوا بالدعوه الاسلاميه. ما هو لولا هم وعذابهم ما كانتش الدعوه الاسلاميه كانت هتجيلنا. الصحابه دفعوا عن الدعوه الاسلاميه بروحهم وفلوسهم وحياتهم، كل حاجه، كل ما يملكوا. هقول لكم الفيديو الجاي ال10 المبشرين بالجنه. باي. باي.